هل انت واحد من الناس اللي بتخاف تتكلم انجليزي جدا جدا لحسن حد يتريق عليك؟ طب بلاش دي. هل انت واحد الناس فعلا بتتريق عليك وانت بتتكلم؟ يا عم هل انت واحد بتخاف تغلط وانت بتتكلم انجليزي؟ عليا الطلاق بالتلاتة، انا في دوامة وهتبلعني بالي. لو انت اي واحد من الناس ديت فانت الفيديو ده معلم ليك وهيحل لك مشكلتك تماما وهيجيب من الاخر. طبعا عايزك تركز كويس جدا معايا في الفيديو دوت في النصايح اللي هقولها لك، وكمان في حاجه مهمه جدا 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 سايبها لك في اخر الفيديو. ما تنساش اللايك المتين وتعمل سبسكرايب، ويلا بينا. بص بقى يا معلم عشان اجيبها لك من الاخر، هو اولا الاخطاء في كل حاجه بغض النظر عن الانجليزي او عن اللغات حاجه بتحصل كتير. انت واحد في حياتك اكيد عملت اخطاء في حاجات كتير، كلنا بنغلط عادي جدا. ممكن تكون عملت اخطاء مثلا في الشغل، ممكن تكون عملت اخطاء مثلا في قرارات خدتها في حياتك، او في حاجات عملتها في حياتك غلطت مثلا لما عملتها، او حاجات مثلا عملتها وبعد كده ندمت عليها عادي، فكلها اخطاء في الاخر. فالخطأ طول ما هو انت بتتعلم منه فده بيعتبر درس، انت كده بتتعلم، انت كده خلاص انت غلطت في حاجة فانت اتعلمت الدرس من الغلطة بتاعتك، وبعد كده ما بتكررش الغلط وبتتعلم وبتكمل. فانت لازم تعرف ان اي غلطة انت بتغلطها في حياتك لازم تتعلم منها بغض النظر عن الانجليزي او اللغات، بس اي غلطة انت لازم تتعلم منها. فكونك بقى معلم بتتكلم انجليزي وبتعمل اخطاء دي اكتر حاجة ممكن تعلمك. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. مش مقتنع صح؟ تخيل كده لو انا وانت عم بنعمل كونفرزيشن مع بعض وبنتكلم، انا وانت اهو قاعدين وبنتكلم مع بعض وبنعمل محادثه بالانجليزي، وانت شايف ان انا مستواي مثلا في الانجليزي اعلى منك بكتير، فانت بتتكلم وانت خايف قوي ومتردد ومهزوز وخايف ان انت تغلط لحسن اتريق عليك مثلا ولا حاجه. انت حريص جدا ان انت ما تغلطش. طب فرضا انت غلطت وانا مثلا طلعت شخص مش جدع يا عم واتريقت عليك. انت عارف لو انا اتريقت عليك في حاجه او في كلمه انت قلتها غلط، الكلمه دي انت عمرك في حياتك ما هتنساها، وهتفضل دايما فاكرها وفاكر الموقف اللي الشخص اللي انت كنت بتتكلم معاه اتريق عليك فيه. فانت كده اتعلمت من الغلطه. حد يجي يسالني ويقول لي طب هل ده معناه يا عمر ان احنا نتكلم مع ناس ونسيب الناس تتريق علينا؟ لا يا معلم، انا اللي انا اقصد اقوله لك ان انت عادي ان انت تتكلم مع اي حد، وعادي ان انت تغلط، وحتى لو الناس اتريقت عليك كبر دماغك ونفض وكمل وخليك مستمر وبتتكلم. انا واحد من الناس اللي زمان كان الناس بتتريق عليا كتير جدا 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 لحد ما اتعلمت انجليزي. وبالمناسبه لو عايز تعرف قصه حياتي في الانجليزي يعني هسيب لك الفيديو هيظهر لك في الاي اللي فوق، عارف هنا ولا هنا تقريبا. فكونك بتتكلم انجليزي وبتعمل اخطاء عادي جدا، دي ما فيهاش اي مشكله. بس طبعا ما انصحكش تعمل ده مع اصحابك، علشان طبعا اصحابك هيقعدوا يتريقوا عليك ويقولوا انت ما بتعرفش تتكلم وانت ما اعرفش ايه وبتاع، فانت هتكتئب وبتاع. فحاول انت تتكلم مع ناس عادي جدا وتعمل اخطاء زي ما انت عايز، وما تقلقش اطلاقا من ان انت بتعمل اخطاء. لازم تغلط علشان تتعلم. مش من الصح ان انت تحكم على نفسك ان انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي علشان انت مكسوف تتكلم مثلا. كونك مكسوف تتكلم ده يا معلم ملوش اي علاقه بالانجليزي اطلاقا. انت ممكن تكون مكسوف عادي جدا في حياتك، ممكن تيجي تتكلم مثلا مع حد عربي او بلغتك الاساسيه وتلاقي نفسك برضو عادي مكسوف برضو لسه زي ما انت. فانت ما تحكمش على نفسك وتقول على نفسك ان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي عشان انت بس بتتكسف تتكلم قدام الناس او بتخاف او بتتخض او بتقلق. فده مش مقياس ابدا ان انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي، لا انت اكيد بتعرف تتكلم انجليزي، بس انت محتاج تدي لنفسك الفرصه ان انت تاخد الخطوه دي وتتكلم انجليزي. طبعا زي ما قلت لك قبل كده وشرحت لك في الفيديوهات اللي فاتت ان في ابلكيشنز هتساعدك تتكلم مع ناس انجليزي دايما. فانت لو بتستخدم حاجه من الابلكيشنز ديت وبتتكلم مع حد، حاول تسال الشخص اللي انت بتتكلم معاه ده دايما هل اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. يعني انت مثلا بتتكلم معايا دلوقتي وقلت لي مثلا جمله، ممكن تسالني مثلا بعديها هل الجمله دي صح ولا غلط، هل انا الكلام اللي انا قلته ده مظبوط ولا مش مظبوط، الجرامر مظبوط ولا لا، البرونانسيشن مظبوط ولا لا، لو انت مثلا بتعمل معايا كول. فحاول ان انت دايما تسال الشخص اللي انت بتتكلم معاه هل الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا مش صح. ولو انت بقى واحد لسه بتتعلم من البدايه اطلاقا ولسه بتحاول ان انت تاخد طريقك في الانجليزي من البدايه واحده واحده، لازم تبقى عارف ومقتنع تماما انه من السهل جدا ان انت تعمل اخطاء. طبعا ما يخلكش تاخد الانطباع عن نفسك ان انا ماليش في الموضوع ومش هعرف ان انا اكمل وانا مكتئب وانا بغلط وانا مش فاهم وانا مش عارف.
فما تحطش نفسك في الزون دي اطلاقا لمجرد ان انت بتعمل اخطاء. انت لسه في البدايه، لازم هتعمل اخطاء. طيب المفاجاه بقى والحاجه المهمه اللي انا سايبها لك يا معلم في اخر الفيديو، لو انت بقى واحد من الابطال اللي كمل معايا الفيديو لحد هذه اللحظه، خد بقى مني المفاجاه دي. انا معلم بعمل لايف على التيك توك 3 أو 4 مرات في الاسبوع بالليل، من الساعه مثلا 11 للساعه 12 مثلا بالليل بتوقيت مصر، هتلاقيني لايف على التيك توك. هسيب لك اللينك بتاع التيك توك اكونت بتاعي تحت في الديسكربشن. لو انت واحد عايز تتكلم معايا وتبراكتس معايا وعايز نحدد مستواك وعايز تعرف انت فين في الانجليزي، ممكن تدخل معايا في اللايف وتتكلم معايا وتسالني كل الاسئله اللي عندك وكل المشاكل اللي عندك، واحاول اساعدك واحل لك كل حاجه عندك. مفاجاه مش كده؟ انا عايزك تعترف وتقول ان دي مفاجاه جامده جدا وانت مبسوط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واداك كده نوع من الثقه بالنفس بعد ما اتفرجت على الفيديو للاخر، وتعمل لايك سبسكرايب للشانل، واشوفكم في فيديو جديد.